طب والجوع بقى اللي هو بتاعنا الجوع بقى ده الحقيقي بقى، ده بيجي بالتدريج، بيجي لك بالراحه، يجي لك بعد فتره كان فيها صيام انت ما اكلتش بالك كتير بجد، او عملت مجهود بدني بقى كتير قوي. ده الجوع العادي الجميل اللي ما فيهوش اي مشكله يا باشا. طبق سلطه مع شويه بروتين بينهوه تماما، بيضه مسلوقه مع خيارتين ومعلقه زيت زيتون بينهوه تماما. لو انت مش عايز تاكلهم فتعرف ان انت دلوقتي مش بتهاجم الجوع دوت، الجوع ده الجوع الفسيولوجي، فهو لو انت اكلت بيضه هينتهي. لو انت حاسس انك مش عاوز تاكلهم فيبقى انت مش بتشتغل على ده، بتشتغل على حاجه تانية. عايز الناس حتى الدكاتره تبقى فاهمه النقطه دي، هم بيواجهوا اي نوع من الجوع، والحاله دي بالظبط فيها اي نوع من الجوع. بالمناسبه يا جماعه انا بعمل كورس دلوقتي لخريجين الكليات الطبيه بيتكلم على الفانكشنال دايت، لو انت مهتم ممكن تبعت لنا رساله وتسيب رقمك عشان لما يبقى جاهز نبقى ننزله. المهم ايه، نرجع بقى للجوع الطبيعي بتاعنا. فاحنا قلنا ايه، ان هو بيجي بالتدريج جدا، بيجي بعد الصيام فتره طويله، بيجي بعد مجهود بدني عالي يا باشا، بيتسد باي حاجه انت عاوز مش عايزها، يبقى ده مش جوع حقيقي، يبقى جوع مرتبط بالحاجات التانية. جوع العاده، جوع بيجي كل يوم في نفس الوقت، اشارات عصبيه بتهاجمك لانك رابط انك الساعه 9 مساء كل يوم بتاكل، وربي لو انت واكل قبلها بساعه هيجي لك في نفس الوقت دوت. انت محتاج تكسر الباترن. سببه اصلا روابط عصبيه اتكونت في دماغك بتشتغل از هابت لوبس، هي عماله بتدخلك في الموضوع دوت. انت محتاج تكسر السلوك ده، نكسر النمط، بتغير المشهد، تقعد في مكان تاني، بتعمل اكتيفيتي تانية. لو انت الوقت ده كنت بتاكل فيه، انت مش عامل دايت، فكنت بتاكل في الوقت دوت وانت بتتفرج على فيلم، خلاص ما تجيش الساعه 9 كل يوم تبقى عايز تعمل الروتين بتاعك انك تتفرج على فيلم وتبقى قاعد، وربي جوع يهاجمك. انا عايزكم تقولوا لي دي بتحصل ولا لا، وهتلاقي نفسك بتتجنن لما بتحصل. انا سابقك، انا عارف انت رايح فين بالظبط، فدي لازم تكسرها. غير الروتين بتاعك بالتدريج، ساعتين بس في مكان تاني مختلفه، العبها كانها شطرنج كده. غير ايه المكان اللي انت بتقعد فيه، دخل اكتيفيتي تانية تعملها في الوقت ده، خلي السناكس بتاعك عالي البروتين في اوقات، زبادي يوناني، بيضه مسلوقه، مش عارفه ايه، وغير لي ده. كل نوع من الجوع مرتبط بحاجه معينه، عقلنا مش عبيط وجسمنا مش عبيط. انت محتاج تجاوب السؤال الصح، لانك لو ما جبتش السؤال الصح مش هتبقى فاهم حاجه، فمش هنعرف ننجح. دي المفاتيح الاربعه اللي انا بشتغل فيها حتى مع الناس بنفس الاسلوب دوت. بنتي عماله تتريق عليا عشان انا عمال احرك ايدي كده ورا الكاميرا. ينفع؟ قولي عادي. ينفع؟